السلام عليكم. انا فولا غاطو. اليوم جيتكم بوصفة الشارك المسكر في مول السيليكون واللي طلبوه مني على حسابي على تيك توك. قلت نقدمه لكم علّه تكون فيه فايدة لكم بإذن الله. وفي هذا الفيديو راح نتعرفوا الفرق بين الشارك اللي نخدموه باليد والشارك اللي تخدم في اليوتيوب. تبعوني راح تعرفوا الفرق وراح تستفادوا كثيرا بإذن الله. نبداو بالحشو اللي هو عبارة عن 3 كيلات كاوكاو محمص طبعا، مع كيلة إلا ربع من السكر وملعقة فانيلا، ونحبكوه مليح السكر هذاك باش يدخل في الكاوكاو. شفتوا الكاوكاو هذا كيفاش جاني شغل كيما يقولوا تعجن، باسكو لا كاليتي ديالو ماشي مليحه. وكي يتعجن ماشي معناتها تخافوا منه انه ما رايحاش تصلح لكم العقده، ولا عادي جدا تحطوا 3 كيلو تاعكم تاع الكاوكاو بكيلة الا ربع من السكر. علاش؟ باش تجيكم الحشوه معسله. كون تنقصوا من كميه السكر الحشو ما رايحش يجي معسل. نزيدوا السمن لكل 150 غرام من الكاوكاو يقابلها ملعقة كبيرة من السمن. الكاوكاو يتطلب السمن باش يقعد طري وما ينشف لكمش وتقعد لكم العقدة لمدة طويلة معسلة وما تنشفش. كثير من البنات يقولوا راه يتحجر لانكم في كيلو نتاع الكاوكاو دي فوا تحطوا ملعقة من السمن. طبعا الكاوكاو يشرب السوائل ورايح يتحجر. يبان لكل 150 غرام كاوكاو تحطوا ملعقة كبيرة من السمن. هكذا تضمنوا باللي العقدة نتاعكم تجيكم بنينة وتقعد معسلة لأطول مدة ممكنة. نجمعوها بماء الزهر كما شفتوا ونخليوها ترتاح. لما ترتاح شفتوا باللي الكاوكاو هذاك ماء الزهر اللي جمعناه به راه شربوا كامل كاوكاو من البقوليات على بها يشرب. نزيدو نعاودو من جديد نجيبو ماء الزهر ونعاودو نشربوه شويه، نحطولو بشويه ونعاودو ما نعجنوشه، نجمعو. كون تعجنوا الكاوكاو ويخرج لكم الزيت نتاعو طبعا ما رايحش تنجح لكم العقده. يقولوا لكم عجنوه اياكم تعجنوه او يفسد. جمعوه برؤوس الاصابع. شفتوا زيدنا له الماء هكذا ونخليوه دكوطي باش نخدمو به. نروحو نوجدو العجينه نتاعنا على بركه الله اللي كنا ملعقه سكر ذوبناها في بضع ملاعق من الماء. باسكو هنايا انا في الوصفه نتاعي تاع الشراك وبيان العرايش ما نحطش سكر كلاص، نحط سكر كريستاليزي ندوبو في الماء ونحطو. حطيت هنايا كيلو من الفرينه وحطيت له 600 غرام خليط بين السمن والمارغرين. علاش حطيت 600 غرام؟ زيدت من كمية السمن والمارغرين لأنه راح يطيب في ليمون، وكي يطيب في ليمون ماشي كيما كيطيب عادي يطول في الفور. معناتها الفور رايح يشرب ورايح يمتص من كمية الدهون ديالو كمية لوميديتي اللي فيه. يعني كما تكونش كمية السمن قبالة رايح يجيكم ناشف ويابس. حطينا طبعا الفارينة ومغرفة صغيرة نتاع الملح ومغرفة صغيرة تاع فاني كما قلنا، و600 غرام خليط بين السمن والمارغرين. حبكناه مليح بين يدنا وجبعنا بكأس من الحليب فيه القليل من ماء الزهر. الحليب راح يعطيه اللون الأحمر هذاك والذوق. نجمعوا الخليط ديالنا مليح بلا ما نعجنوه، رانا نجمعوا وفقط برؤوس الاصابع حتى نتحصلوا على العجينه تكون مطلوقه نوعا ما. كي نجمعوها بين يدنا ما تبانش فيها التشككات. ونخليوها ترتاح تكوطي ونروحوا نحضروا الشاربات اللي نشحروا بها. كاس سكر، كاس ماء الزهر، ونحطوا على النار حتى تنشف. ماشي تنشف خلاص، كي تبدا تبدل لا كولور نطفيو عليها. نجيو هنا للعقده اللي كنا ديرناها ارتاحت وزناها 15 غرام. ونجيبو عجينه الشراك اللي وزناها 35 غرام. ثم عجينه الشراك وزناها 35 غرام.
عجين العقدة وزناها 15 غرام، ونشكلو الشكل كما راكم تشوفوا بلا ما نضغطو على الوسط باش تقعد هذيك العروة او لابوس باينه. التراك اللي ما عندوش لابوس هذيك تعتبر وصفه فاشله يا اخواتي. نضغطو غير على الاطراف باش نحافظوا على هذيك العروه، شفتوا، ونحطوها ترتاح قبل ما نشكلوها باش ما ترجع لناش العجينه كي نجيو ندخلوها في المول. العجينه الطول ديالها كي شكلنا التراك راهو 15 سنتيمتر. شفتوا هذاك لو تري كون نهزو التري ونحطوه لتحت راح يخرج لنا في الوجه العلوي للتراك. اذا ما لا تولهو كي تحطو كيما كي تشوفوا الخط اللي راني ندخل فيه الخط هذاك لازم يجي من فوق باش ما يجيش الوجه تاع التراك ديالكم فاسد وتجي الحبه مقدوده. انا في الاول كي خدمتها ما وعيتش بالي حتى طيبت الاولى باش وعيت بالي. ونضغطوا على العجينه قباله وكي نبداو ندخلوها من لي كوطي من القرون، ندخلوهاش من الوسط باش ما تزيدش تطوال. شفتوا كيما راكم تشوفوا الخط هذا كيكون من فوق نبداو بالقرون ونضغطوا بالاصابع تدخل لداخل. ضغطوا مليح باش تشد الحبه الشكل نتاعها. طبعا نتوما راح تقولوا واش الفرق بين هذا والتراك العادي. هذا حقيقة الأمر لا مجال للمقارنة بينه وبين التراك العادي. حنا ديرنا الفويتاج نتاعو صبطناها مليح وديرنا التوراك، والتراك اللي ما فيهش التوراك يعتبر وصفة فاشلة. هذا بالضغط هذا التوراك هذا كيروح ما يقعدش تقريبا يتمسح خلاص. نثقبوه افيك ان كوردون باش يروح الهواء ونحطوه في الصحن في السني كيما راكم تشوفوا وندخلوه الفرن يطيب على درجة حرارة 180 درجة. كي يطيب نجبدوه بعناية كيما راكم تشوفوا بلا عقل باش ما يتكسر لكمش. ثاني شيء اخر يطول هو في الفرن في المول هذا باسكو الحرف ديالو عالي والحرارة ما توصلش للكوطي كيما راكم تشوفوا ما يطيبوش مليح ماشي كيما التراك العادي كي يطيب قباله يجي بنين. التراك كي يكون طايب بزاف يجي مليح. هذا ثاني من سلبيات المول. نجيبو التراك ديالنا مور بعد ما يبرد تماما نغطسوه في العسيله اللي طيبناها. اللي يحب الوصفه راه نتاع العسيله راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تلقاوه. نغطسوه في العسيله نحطوه يكطر ونرمضوه في السكر. لما نرمضوه في السكر نخليوه يقعد على الاقل 10 دقائق وهو مغطي بالسكر باش يشبط فيه السكر قباله باش ينفيني والحبه نتاعنا. حقيقة الأمر يا أخواتي صح يجي التراك وكيسمو والله، ولكن لا مجال للمقارنة بينه وبين التراك اللي تنخدم باليد. ننصحكم تعلموا تاع اليد. من بعد ان شاء الله راح نوري لكم دي غوسات بالمول هذا ملاح وبنان بريستيج. مول يصلح لي اشياء اخرى لكن التراك الجزائري التقليدي انا افضل الطريقه التقليديه التوراك هذاك والحموريه نتاعو يطيب على جميع الجوانب. حقيقه الامر فرق شاسع. نقلاصيو ونفينيو الحبه ديالنا نمسحوها قباله من السكر باش ما تقردش السكر بزاف. ثاني كي نغطسوها في العسل ونجبدوها نمسحوها بالبابي هذاك قباله من العسل باش ما تهزلناش كي نغطسوها ما تهزش السكر بزاف كي نغطسوها فيه ويتحجر السكر هذاك تجي نتوش خفيفه نتاع السكر. كل وحده وصلت معي الى هذه النقطه ان شاء الله تكون استفدتي معي. ما تنسانيش من الدعم من فضلك. هنايا راني درت شويه السكر في شويه ما الزهر باش نسك لي موتيف هذوك. كما قلت لكم هذا كادو داتو الانسانه حبيبه عليها. ربي ان شاء الله ما يقطعش المحبه من قلوب العباد. في الاخير وباختصار راح نكون صريحه معكم. انا ما عجبنيش التراك في المول هذا. الجوانب نتاعو قعدوا خضرين ما يطيبوش حتى وانه يطيب على الجهتين ويحمر الجوانب قعدوا خضرين. توراك يرجع كيت من كثرة الضغط ترجع العجينه هذيك وانك مغلفه كيح الكسره.
يطول بزاف في الفور كتنشف، ما تقعدش ليميديتي هذيك. وفي الختام نقول لكم صحة فطوركم، مع السلامة.